دابا اليوم اسيدي غادي نعطيك انا واحد القصه زوينه. اول حاجه عندنا هاد الحلوه نتاع المحنشه اللي هي تاع ما غادي يختلف عليها بانها مغربيه 100%. ولكن هاد المحنشه هادي اسيدي بينا نديرو بها حنا واحد الحلوه. هاد الحلوه غادي تعرفوها في الفيديو، ولكن هي بدات على ما تيقولوا في اليونان وخدات الشهره ديالها والتالق ديالها في الميريكان، ولكن حنا غادي نديرو لها واحد اللمسه مغربيه وغادي ندخلو فيها لمسه يونانيه وامريكيه. يعني حتى شي واحد ما غادي نخسروا ليه خاطرو، لا صحابنا في اليونان ولا في الميريكان ولا الاصل اللي هو المغرب. دير هاد المحنشه هادي، راه فيديو زوين وبتكون حلوه واعره وبنينه. علاش؟ حيت المقادير اللي غادي نخدموا فيها شي حوايج مغربيه 100% وتراثيه كنقولوا، ولا تيخدموها كانوا تيستعملوها جدودنا. تفرجوا باش ما نحرق لكمش الفيديو. السلام عليكم سيادنا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ودائما في احسن الاحوال. كي تنقولوا ديما فيديو جديد وصفه جديده. اليوم سيادنا قلنا بينا نديروا واحد التجربه اللي هي تشيز كيك، ولكن غادي نغيروا في لاكريم ولا باز. هاد المره ما غاديش تكون بيمو، غادي تكون نعم سيدي المحنشه المغربيه. اي نعم، كي بغات تجي المذاق وداك الشيء الله اعلم. هي راه اصلا المحنشه بنينه، وملي بغات تكون المحنشه في لاباز تنتوقع حتى هاد التشيز كيك هادي تجي زوينه. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير، فرجه ممتعه. ودابا سيادنا نتوكلوا على الله ونقولوا بسم الله ونبداو مع المقادير. بالنسبه للعنصر المهم ولا العنصر اللي دار عليه هاد الحلوه هادي هو المحنشه. غادي نحتاجوا اليوغرت، من الاحسن يكون مسوس، الجبن كريمي، واحد البيضه، العسل غادي نديروه بلاصه السكر لان المحنشه عندنا حلوه، يعني ما غاديش نستعملوا عاوتاني السكر باش نقادوا كنقولوا حنا الكليبراج ديال الحلاوه. عندي هنا المسكه الحره غادي نحتاجها حتى هي. عندي واحد تقريبا واحد 2 معالق تاع ماء الزهر، حيت هذا ماء الزهر غادي نستعملو مع الكريمه وغادي نستعملو مع المحنشه، يعني بيخصونا 2 المعالق تاع ماء الزهر. غادي نديرو معلقه هنا ومعلقه هنا. المهم خليكم معايا باش تشوفوا داكشي بالتفاصيل. وهنا عندنا الفانيلا. الا ما عندكش هذا الماء تاع الفاني يمكن لك تستعمل السكر. كيما غادي نحتاجو سيادنا واحد الزليفه طراب الكهربائي انعماس، وهذا المول ديال ولا هذا القالب نتاع الكيك نتاع 22 سنتيم. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نتوكلوا على الله وتقربوا عندي باش نعطيكم اسيادنا كل حاجه بالغرام ديالها. ونقولوا بسم الله ونبداو بالبيض ديالنا هو الاول. من الاحسن البيض يكون برا على الثلاجه ونطربوه مزيان. من بعد ما طربنا البيضه مزيان ناخذوا العسل ديالنا ونديروا واحد المعلقه تكون كبيره على هذا الشكل هذا. هذا راه العسل نتاع الليمون اللي هو الحامض، تنقولوا حنا الحامض. ونطربوها مع البيض مزيان حتى هي. كما كتشوفوا سيادنا درنا بيضه وطربناها وزدنا عليها معلقه كبيره نتاع العسل. دابا غادي نستغناو على هذا وغادي نهبطوا بالجبن كريمي. عندي هنا 100 غرام ديال الجبن كريمي. انتم ركزوا معايا، درنا بيضه وحده، درنا معلقه نتاع العسل كبيره، ودرنا 100 غرام نتاع الجبن كريمي، وغادي نحركهم على هذا الشكل هذا. غير تطلق واحد شويه ونزيد سيادنا عندنا 250 غرام ديال دانون مسوس. بسم الله نديروها حتى هي. ومنين درنا سيادنا 250 غرام ديال دانون، دابا سيادنا جات نوبه ماء الزهر
غندير معلقه وغادي نخلي معلقه اخرى هنا، وغادي ندير الفانيلا. غندير هنا 2 المعالق. من بعد غادي نعاود نزيد واحد المعلقه مع المحنشه. ودابا سيادنا جا الدور نتاع الطراب الكهربائي. نقولوا بسم الله ونبداو. وها هي ساليناها. اهم حاجه هو انك خصك تطربها اقل حاجه واحد 2 ديال الدقائق ما تحبش. دابا سيادنا غنحيدو هادي وندوزو للمرحله المواليه. صديقي كي شتي دابا معايا لا كريم هي وجدات. نديرو هكا ونجيبو هادي هنا ونحطو هادي هنا. بالنسبه لا كريم نعاودو المقادير. غادي نحتاجو بيضه وحده، معلقه كبيره ديال العسل، معلقه نتاع ما الزهر، معلقه نتاع الفاني كبار. الجبن كريمي غادي نستعملو 100 غرام، واليوغرت مسوس 250 غرام. بالنسبه للحلاوه انا درت العسل. الا ما بغيتيش دير العسل سيدي يمكن لك دير السكر وتيبقى هذاك الخيار ديالك. عندك ما بين 30 غرام تقريبا حتى 600 غرام السكر. 30 غرام تجي ناقصه في الحلاوه، و 600 غرام 60 غرام 30 غرام تجي شويه ناقصه في الحلاوه، ولكن 60 غرام للفوق كتجي حلوه بزاف. هذه الحلاوه ديالها تكون حدها قدها. علاش؟ حيت اصلا عندنا هنا المحنشه حلوه، يعني باش يلاه ندوقو كل حاجه بوحدها، فهمتي؟ باش ما تجيكش كيف نقول لك بحال هذوك هي الحلاوه بوحدها، فهمتي كيفاش؟ يعني بالتبنن المحنشه وبالتبنن هاد لاكريم هادي. تفاهمنا؟ دابا اش غادي نديرو؟ غنجيبو هاد اللعيبه هادي وبنا نطحنو المحنشه. غنقول بسم الله وغادي نبدا ناخذ المحنشه ديالي على هاد الشكل هذا ونطحنها ونرجع لكم. دابا سيادنا انا فاش تنطحن هادي ها هي شفتوها كي خرجات بحال هكا. عند راسي راه كنصور فاش زدت المسكه والعسل. الساعه لقيت راسي نبدا نصور ما والو. المهم فاش درتها تطحن زدت معاها المسكه الحره ومعلقه العسل. المسكه الحره تقريبا واحد الحبه ولا حتى 3 الحبيبات صغيورين. هانتوما تجي بحال هكا. راه باقي ليا ما الزهر والفانيلا حتى هما بغيت نزيدهم. دابا سيادنا قربوا لعندي باش نكملوا هاد الوصفه هادي. هانتوما شفتوها تجي على هاد الشكل هذا. دابا اش غادي ندير؟ غندير معلقه نتاع ما الزهر ونزيد عليها الفانيلا وهاد معلقه حتى هي، وغادي نعاود نحركهم مزيان على هاد الشكل هذا. ودابا ها هي وجدات. نقسموها على جوج ونجيو تشوفوا معايا اش بغينا نديرو دابا. كما كتشوفوا سيادنا انا هاد القالب عندي درت فيه هاد القاعد من الداخل. نقولوا بسم الله ونحاول نسرحها في يديا بحال هكا. من بعد نديرها هنا ونبدا نطلقها على هاد الشكل هذا. وكما كتشوفوا نطلقها بحال هكا. دابا سيادنا اش غادي نديرو؟ غادي نعاود ناخذ واحد شويه ونحربلو بحال هكا. دابا انت ركز معايا، انا غادي نعطيك واحد اللعيبه ساهله ما تصدعش بها راسك. من بعد ما حربلنا نديرو ليه بحال هكا هكا ياك. خاصنا واحد الطريف حتى هو تما صغير نحربلو هذا هكا ونحطوه هكا. دابا اش بغينا نديرو بحال هكا. نبدا نبركو على هاد الجناب هادو.
ودابا سيدي جات نوبة الفينيسيوناج في هاد الكاس هذا، نبدا نوريك عليه بحال هكا على هاد الشكل هذا. كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. وبالنسبه لهاد الجناب غندور عليه الكاس بحال هكا، هانتا هو غادي يقدم سلام على. شتي ندور عليه الكاس وهكا نكونوا سالينا كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. كما كتشوفوا سيادنا، ها حنا ساليناها. انا ديجا شعلت الفران على 180 درجه، درتو يسخن. دابا اش غادي ندير؟ غادي ندخلها ديال الفران وغادي نخليها تقريبا ما بين 20 حتى 25 دقيقه ونخرجها، عا باش نعاود ندير فيها لاكريم ونعاود ندخلها للفران. خليكم معايا باش تشوفوا باقي التفاصيل. يا بسم الله. خليتها 20 دقيقه دابا انا بالضبط، ولكن عرفتي الا هادي بوحدها واحد الريحه فيها هاد المحنشه هادي. يا سلام. دابا اش بينا نديرو؟ نتوما اللي قولوا دابا اش بينا نديرو. دابا ركز معايا، غادي نعطيك واحد المعلومه وتعمدت نخليها انا نقدر نقولوا نص الفيديو هذا. بالنسبه للجبن ولا الفرماج الكريمي واليوغرت، باش تصدق معاك الوصفه خاصك تخرجهم من الثلاجه قبل ما تبدا بها بساعه المكانه. يعني الفرماج واليوغرت خاصك تخليهم بدرجه حراره الغرفه هما البيضاء، وبالاخص الفرماج واليوغرت ساعه حتى لساعه ونص يكونوا على برا، يعني محطوطين في الكوزينه بدرجه حراره الغرفه، عا باش تبدا تقاد يعني ما تخرجهاش من الثلاجه الفرماج ولا اليوغرت وتبدا تقاد في لاكريم. دابا سيادنا نتوكلوا على الله ونكملوا. اجيو عندي ويا مسهل. كما كتشوفوا دابا لاكريم غادي نعاودو نحركوها واحد التحريكه اخيره. دابا سيادنا غنجيبو الحويدقه ونقولوا بسم الله ونهبطوا بها. دابا نتوما مركزين معايا ياك؟ كي شفتوا دخلناها للفران 20 دقيقه وخرجناها درنا فيها لاكريم. دابا اش غادي نديرو؟ ركزوا في هاد الخطوه هادي حتى هي. غادي نعاودو نردوها للفران اللي ديجا سخون على 180 درجه وغادي نخليوها 20 دقيقه وغادي نخرجوها. علاش غادي نخرجوها؟ انتم غتشوفوا معايا. ويا بسم الله. دابا جبنا طابه غادي نحطوها فيها. دابا سيادنا مورا 20 دقيقه خرجناها كما كتشوفوا، هي باقي ما تحرك فيها والو. دابا اش بينا نديرو؟ ركز معايا هنا. غنجيبو الومنيوم وغنديرو بحال هكا، غادي نغطيوها نعم سيدي وغادي نخليوها في الفران 45 دقيقه. تفاهمنا؟ يا بسم الله. كما كتشوفوا سيادنا ها هي مورا تقريبا 50 دقيقه. بسم الله. اوبا داكشي ناضي كما كتشوفوا معنا. وهي سيادنا الله يبارك، وهي الريحه اللي طالعه ما عرفتش كيف نوصفها لك. هادشي دابا اش بينا نديرو؟ غادي نخليوها تبرد على برا تقريبا واحد الساعه ولا ساعه ونص تبرد مزيان، عا باش ندخلوها للثلاجه. واقل حاجه تبقى في الثلاجه تقريبا واحد ساعتين 3 سوايع. مازال بانينش عليها، خليوها تقريبا تبرد كاع بحال مثلا كتبداها في الليل خليوها حتى الصباح باش تستعملوها.
وهذا مكان. نشوفكم ان شاء الله الرحمن الرحيم مورا فاش تبرد. سيادنا ها هي التشيز كيك ديالنا من بعد ما بات في الثلاجه شك تجي. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نحلوها ان شاء الله مجموعين. خليكم معايا ونقولوا بسم الله ونجبدوا الطبسيل بنا قدموها فيه ونحلوها. يا بسم الله. احنا سيادنا ودابا مع اللحظه الحاسمه نخرجوها من هنا. يا بسم الله. احنا سيادنا دابا سيادنا بدنا نزوقوها. غنزوقها بهاد المحينشات هادو كما كتعرفوا ما فيها لا سكر لا والو. غادي ندير لها كوفيتين تاع الفريز من الفوق. خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش. ونقولوا بسم الله ونخرجوا الكوفيتير نتاعنا. وندهنوه في هذا الوسط هذا على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ هاد المحينشات ديالي وندير لهم بحال هكا. وندير وحده في الوسط على هذا الشكل. كما كتشوفوا سيادنا التشيز كيك ديالنا هي وجدات. اش بان لكم نقدوها مجموعين نشوفوا الداخل تا هو كي داير. يلا علاش لا. ودابا غادي نقول بسم الله ونقطع التشيز كيك ديالي. حيدو هادي لهنا. يا بسم الله. اوب 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 اوب. اي 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 داكشي كي جا. انا تنقول بتجي واعره سيادنا. انا هذا هو الشكل النهائي تاع التشيز كيك بالمحنشه. هو المذاق تنقول انا غادي يكون زوين. ما عرفت. بسم الله. بدون مجامله خطير 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 خطير. ودابا سيدنا وقع نقول لكم راه وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى نشوفكم فيديو جديد وصفه جديده وتكونوا استمتعتوا معنا بهذا التشيز كيك نتاع المحنشه. تهلاو في راسكم. السلام عليكم.